قصة النهاردة يا صديقي عن بيت رشدي، البيت اللي انبنى في الأربعينات تقريبا. صاحبه كان راجل غني وكان من أعيان مصر، اسمه رشدي باشا. البيت كبير جدا وكان مبني على الطراز الأوروبي. بعد فترة قصيرة من السكون فيه بدأت تحصل حوادث غريبة. ناس بتقول إن في خدام اتقتلوا جواه، وناس تانية بتقول إن في أعمال سحر مدفونة في أساساته. اللي اتشهر فعلا بين الناس إن أي حد بيحاول يعيش فيه يا إما بيتجنن أو بيموت في ظروف غامضة. أصوات غريبة بتتسمع بالليل، يا صراخ، خطوات على السلم، أو حد بيضحك جواه بصوت عالي. الجيران كانوا بيشوفوا أنوار بتتولع وتنطفي لوحدها. حصلت وقائع فعلية إن البيت اتعرض للهجرة من سنين طويلة، رغم إنه قيمته العقارية عالية جدا، وفضل مسكون بالقصص دي. وبسبب ده اتسمى ببيت رشدي، أو بالمختصر ببيت الأشباح، وبقى واحد من أشهر أماكن الرعب الشعبية في مصر، وبالتحديدا محافظة الإسكندرية. وبس كده يا صديقي، قصتنا انتهت النهاردة. ما تنساش تحط لايك واشتراك عشان في فيديو بكرة دمار عن شاب دخل بيت رشدي واستكشفه من جوه. سلام.